بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا غسالة LG 10 كيلو زي ما هو موضح قدام حضراتكم كده. لو يعني عايز ألفت نظر حضراتكم لحركة الحلة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، لما بنديها أي أمر سواء في الغسيل أو في العصر بتبتدي الحلة تتحرك حركة يمين وحركة شمال كده، يعني زي ما تكون قافشة تماما. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين متجمدة، ما بتتحركش ولا حاجة. وبعد شوية هتدينا عطل LE. طبعا عطل LE ده يعني شائع في الغسالة LG، اللي سواء الاوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك. وده بيكون عطل في سنسور الموتور. زي ما حضراتكم شايفين كده حركة الحلة زي ما تكون قافشة. طبعا بعد ثواني هتدينا عطل LE. زي ما قلت لحضراتكم دي غسالة LG 10 كيلو. بالمناسبة يعني الغسالة دي فيها 2 طلمبة للطرد وطلمبة للتقليب. لان احنا طبعا يعني اللي شايف زي ما حضراتكم شايفين كده عاطت معانا عطل LE كده. المشكلة في سنسور الموتور. وفي طبعا غسالات LG بيبقى السنسور ده على الكارتة مش على الموتور، ولكن في الغسالة دي زي ما حضراتكم شايفين كده بتدينا عطل LE. عطل LED في تاكو او سنسور راكب على الموتور. فاحنا ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نغير السنسور ده، وازاي نحل المشكلة دي مع بعض بكل سهولة. دي طبعا شكل الغسالة من الخلف، وده شكل الموتور الدفع المباشر. بنفك المسمار ده ببة 17 او بمفتاح 17، وبنخرج الموتور معانا كده بيبقى يعني بكل سهولة. الغطاء الخارجي ده طبعا بيبقى راكب على الموتور، والموتور ده طبعا بيعمل بالمجال المغناطيسي. ويتميز طبعا بصوته الهادي، ما بيبقاش فيه زي الصوت مرتفع زي الموتور الشربون او الموتور اللي بيبقى على مكثف. الموتور ده طبعا بيبقى مثبت زي ما حضراتكم شايفين كده بالمسامير دي، 6 مسامير مثبتين الموتور. بنفك المسامير دي زي ما حضراتكم شايفين كده علشان نوصل لتاكو الموتور. ده طبعا الموتور الدفع المباشر يا جماعة، ما بيبقاش فيه سير وموتور زي الغسالات التانية. دي غسالة اسمها دفع مباشر. كنا نزلنا قبل كده برضو طريقة تغيير السنسور او التاكو ده في غسالة 7 كيلو. ولكن يعني عايز اوضح لحضراتكم ان مفيش فرق ما بين تغيير التاكو في الغسالة 10 وتغيير التاكو في الغسالة 7. هي نفس الفكرة وهو نفس التاكو. بعد طبعا ما فكينا ال6 مسامير اللي هم مثبتين الموتور في الحلة، بمجرد ما بنشد الموتور كده بيخرج معانا بكل سهولة. وده طبعا شكل التاكو اللي فيه قطع سودا ده، اللي بفك السوكت بتاعه ده هو ده تاكو الموتور يا جماعة. والسوكت اللي جنب منه ده سوكت يعني أسلاك الموتور. بيبقى راكب كده فيه بنزين بدوس عليهم بيخرج معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا التاكو ده زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى مثبت على الموتور، وبيبقى متصل بالكارتة. بيخرج معانا كده بنفك تيست كده بيخرج معانا، بيبقى راكب على كليبس كده بخرجه بكل سهولة. وده طبعا التاكو الجديد زي ما حضراتكم شايفين كده. بنفس الطريقة اللي بخلع بيها التاكو القديم بركب التاكو الجديد زي ما قلت لحضراتكم كده بكليبس بيبقى راكب بالطريقة دي او بالشكل ده كده. تاني بيتخلع معانا بكل سهولة، وده برضو بيركب معانا بكل سهولة.
ببنوز كده زي ما حضراتكم شايفين، بلاستيك بيركب في مكانه طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنبتدي ان احنا نوصل السوكيتات تاني مكانها بعد ما غيرنا التاكو. طبعا بيبقى راكب زي ما قلت لحضراتكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش بيبقى مربوط بمسامير او بطريقة معقدة، ودي حاجة يعني بتمتاز فيها LG. وبيركب الموتور معانا كده تاني، ونبتدي نجمعه بالمسامير بنفس طريقة الفك. بنجمع المسامير كلها كده بايدينا، ونبتدي بعد كده نشد عليها بالبيبة او بالمفتاح. عايز اقول لكم ان ما تستصعبوش الموضوع، وانا في الفيديو ده يعني بخاطب اخواتنا الفنيين، وطبعا بطريقة سهلة وبسيطة جدا لاصحاب الاجهزة او بكل من يقتني جهاز LG. لو قابلك المشكلة دي او العطل ده عطل LE، حضرتك بتفحص التاكو ده او بتغير التاكو ده الاول، وبعد كده بتجرب لو العطل يعني اتحل معانا او المشكلة اتحلت معانا. بيبقى المشكلة في التاكو دي طبعا الكارتة بتاعتها السفلية اللي واضحة قدام حضراتكم، دي كارتة الباور. زي ما حضراتكم شايفين كده بنبتدي نجمع تاني. عطل LE يا جماعة بنبتدي نغير التاكو الاول. لو المشكلة لسه قايمة بعد تغيير التاكو، نبتدي نفحص الأسلاك اللي واصلة بين الكارتة والتاكو. لو المشكلة لسه قايمة بعد فحص الأسلاك دي والأسلاك واصلة، تبقى كده المشكلة في الكارتة. ولكن في معظم الأعطال بيكون المشكلة في التاكو. بمجرد ما نغير التاكو العطل بيزول والغسالة بتشتغل معانا. زي ما حضراتكم شايفين كده بنبتدي نجمع الموتور زي بنفس الطريقة اللي احنا فكينا بيها بالظبط، ونبتدي نجرب زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد تغيير التاكو هنشوف الحلة هتلف معانا ولا لسه زي الحركة بتاعتها في بداية الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين كده الحركة الطبيعية بتاعت الحلة، وتبتدي الغسالة تلف بحركتها الطبيعية زي الأول قبل العطل. كده يبقى المشكلة كانت في تاكو الموتور، والمشكلة كده اتحلت معانا. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهاردة، حبيت اوضح لحضراتكم اي حد يعني بيبقى يجي قدامه عطل LE في الغسالة LG ال 10 كيلو اللي قدام حضراتكم دي، يبتدي يغير التاكو وان شاء الله العطل يزول معاه، والغسالة ترجع لحالتها الطبيعية وتبتدي تلف حركتها الطبيعية زي ما حضراتكم شايفين. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أرجو إن هو يكون نال إعجابكم. وما تنسوناش من صالح دعواتكم، وما تنسوناش تدعمونا، وطبعا تشيروا الفيديوهات دي من باب أو من منطلق يعني تعليمي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.